كلنا طبعا بنعرف نعمل فراخ البانيه، بس انا هقولك على بعض التريكات كده المهمه عشان يطلع معاكي مظبوط وطعمه قريب جدا للي مقلي في الزيت، وبالعكس كمان ده هيطلع احلى واخف من المقلي في الزيت. وهقولك ازاي ما ينشفش منك ولا الكفر بتاعه يفك. وكمان هنعمله بالطريقه العاديه اللي فيها بيض، وهنعمله بدون بيض خالص، وهنشوف مين فيهم احلى. ولا اول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده، وهتلاقي عندي قائمه تشغيل لوصفات الاير فراير. ويلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو. انا هنا معايا نص كيلو بانيه، هتبله بتتبيله بسيطه جدا. بصله صغيره مفرومه ناعم، نص معلقه صلصه، نص معلقه مستردة، لو ما عندكيش مستردة ممكن تحطي رشه كركم، رشه ملح، رشه فلفل، رشه بصل باودر، رشه توم باودر، وعصره ليمون. ولو هتعملي البانيه بالفيجيتار الجاهز يبقى قللي الملح خالص. وهتبل البانيه كويس واسيبه ساعه او ساعتين في التلاجة. ودلوقتي بعد ساعتين طلعت الفراخ عشان نعمل الكفر بتاعها. هعملها بالطريقه التقليديه اللي هي الدقيق والبيض والبقسماط، وهجربها برضو بدون بيض خالص زي ما طلبتوا مني، وهقولك على بعض الحاجات اللي هتخليها تطلع مظبوطه معاكي في الاير فراير. معايا هنا بيضه حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل، معلقتين حليب، وقلبتهم كويس. ومعايا كوبايه بقسماط حطيت عليها كيس فيجيتار حار او عادي حسب الرغبه، ومعلقه كبيره نشا ورشه كركم ورشه بابريكا، وهقلبهم كويس مع بعض. ونيجي بقى للتركية المهمة قوي، هنحط على البيض معلقة زيت عشان الكفر يستوى كويس، ما يبقاش طعم البقسماط والدقيق واضح. تاني حاجة، شايفة سمك الفراخ انا مقطعاها ازاي؟ لا هي رفيعة قوي ولا هي تخينة، عشان لو رفيعة هتنشف منك ومش هتحسي بطعم الفراخ. تالت حاجة، شايفة تتبيلة الفراخ ما فيهاش اي سوائل، الفراخ كنت منشفاها كويس جدا قبل ما احط عليها البصل. حطيت بصل مش ميه بصل عشان ما تكونش سايله. لو انت عامله تتبيله فيها سوائل، فيها زبادي وفيها ميه بصل وفيها يعني فيها سوائل كتير، او الفراخ نفسها فيها ميه، الكفر هيفك منك في القلايه وكمان ممكن يلزق فيها. هبدا اعمل بانيه الاول بدون بيض خالص، هطلعه من التتبيله، انفض البصل خالص منه واحطه على طول في البقسماط، مش هعمل حاجه تاني، واضغط عليه كويس جدا عشان البقسماط يمسك فيه. تاني حاجة هنعمله بالطريقة العادية بتاعتنا، هحطه في الدقيق وانفض الدقيق كويس، بعدين انزله في البيض وانفض برضو البيض، وانزله في البقسماط واضغط عليه كويس جدا عشان الكفر يمسك فيه. اهم حاجة في الخطوة دي بلاش الكفر يبقى سميك قوي، عشان كل ما الدقيق والبيض والبقسماط يبقى الكفر بتاعهم سميك، كل ما هتحتاجي زيت اكتر عشان يستوى اكتر، عشان ما يطلعش طعمه واضح، طعم البقسماط ومرمل. لو حطيتي زيت عليه قليل هيطلع طعمه مش حلو. دول اللي عملتهم بالدقيق والبيض والبقسماط، والبانيه اللي تحت اللي بدون بيض خالص. ممكن تدخليهم الفريزر ساعة او ساعتين عشان يبقى اسهل عليكي، وكمان الكفر يمسك اكتر، لكن انا هعملهم على طول وبرضو هتلاقوا الكفر مفكش ولا اي حاجة. دهنت الشبكة زيت زي ما انتوا شايفين، وهسخنها 3 دقايق على درجة حرارة 200. وهدهن البانيه بالفرشة. انا هجرب دول بالفرشه، وهجرب في اخر الفيديو برضو بالبخاخه، وهشوف ايه احسن ومين فيهم اللي مشربش زيت اكتر واستوى كويس. بس عموما اما توزعي الزيت على البانيه ما تسيبيش حتت ما يجيش عليها زيت، الاماكن اللي في البانيه اللي مش هتيجي عليها زيت هتلاقيها نشفت واتحرقت منك. بعد ما سخنت القلايه هبدا ارص البانيه. شايفه اللي لونه اصفر شويه ده اللي معمول بالبيض، وده بدون بيض خالص. هحط الشبكه عشان اعمل دور تاني، وبرضه هحط القطعة دي اللي معمولة بالدقيق والبيض والبقسماط الطريقة العادية، ودي اللي بدون بيض. وهظبط الوقت 15 دقيقة على درجة حرارة 180 عشان الفراخ تستوى كويس الأول من جوه قبل ما تتحمر من بره. بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو جدا. إن كانت اللي معمولة ببيض أو بدون بيض، اللي معمولة ببيض اتحمرت شوية من اللي بدون بيض، بس لسه الوقت ما خلص ومش هقلبها غير ما تمسك نفسها. هكمل ال 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة لقيت القطعتين اللي كانوا على الشبكة اتحمروا كويس ومش محتاجين حتى يتقلبوا، فشلتهم وشلت الشبكة وشغلت على اللي كانوا تحت 5 دقايق على درجة حرارة 200 عشان يتحمروا أكتر وياخدوا لون أكتر من بره. يعني أخدوا 15 دقيقة على درجة حرارة 180، وبعدين شلت القطعتين اللي كانوا فوق الشبكة لأن اتحمروا طبعا أسرع لأن هم قريبين من السخان، وزودت 5 دقايق على درجة حرارة 200 يتحمر كويس وياخدوا اللون الذهبي من بره. ودول باقي كمية البانيه. هجرب المرة دي أعملهم ببخاخة الزيت وهشوف إيه الأفضل، الفرشة ولا البخاخة، هتوزع الزيت أحسن وما تشربش زيت كتير. وبرضو زبطت الوقت 15 دقيقة على درجة حرارة 180 عشان تستوى الأول، وبعد كده هفتح عليها أقلبها عشان تتحمر من الناحية التانية، مع إن هي ما شاء الله شكلها متحمر من جهتين. وتزودي 5 دقايق على درجة حرارة 200، ومش شرط تاخد ال5 دقايق كلها، يعني انت ممكن تاخد دقيقتين 3 حسب اللون اللي انت حباه.
انا كده غمقتها شويه زياده عشان انا بحبها محمره قوي. شايفه لون الفراخ البانيه عامله ازاي؟ متهيألي مفيش احلى من كده، ولا الكفر فك ولا لزق في القلايه، مظبوطه جدا جدا جدا، وطعمها احلى كمان واخف من اللي في الزيت. بعض الحاجات البسيطه اللي انا قلت لك عليها في الاول لو عملتيها هيطلع البانيه معاكي مظبوط جدا وطعمه حلو جدا، وما عدتيش هتعرفي تاكلي اللي معمول في الزيت اصلا. ودي قطعه من اللي كانوا معمولين بالدقيق والبيض والبقسماط، قطعه تانية من اللي كانت معموله بالبقسماط بس. الاتنين رأيي فيهم ان الاتنين حلوين بصراحة، الاتنين حلوين، بس انا بالنسبة لي اللي كان فيها بيض اقرب كمان للي احنا متعودين عليها. وبعدين انا ما استخدمتش غير بيضة واحدة بس، فمش هتفرق قوي يعني ان احنا نعملها بالطريقة التقليدية بتاعتنا. وهنا تاني بوريكي الفرق بينهم، اللي على اليمين دي اللي معمولة بالبيض، والتانية اللي على الشمال دي اللي معمولة بدون بيض. لو هقارن بينهم عجبتني اللي ببيض اكتر بصراحة. واللي دهنتهم بالفرشة حسيتهم شربوا زيت اكتر، لكن اللي بالبخاخة الزيت بتاعهم اقل. توزيع البخاخة كان افضل من توزيع اللي بالفرشة. اللي بالفرشة حاساها كانت شاربة زيت كتير، برضو شبه شوية اللي مقلية في الزيت. لو انت حابة كده براحتك، لكن انا بالنسبة لي حبيت اللي فيها زيت قليل جدا، اللي كانت متوزعة بالبخاخة وما كانتش ناشفه ولا اي حاجه، وكانت طعمها حلو. بس اهم حاجه توزعي بالبخاخه الزيت كويس على كل البانيه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واكتبي لي رايك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.